البحارة هناك لمحوا من بعيد سفينة بتتهز مع الموج بشكل غريب، كأنها تايهة ومفيش حد بيسوقها. قربوا أكتر، حاولوا يبعتوا إشارات لكن مفيش أي رد، فقرروا يطلعوا عليها. وأول ما شافوا الاسم المكتوب على جنبها كانت المفاجأة: ماري سيليست. السفينة ما كانتش غرقانة ولا متكسرة، بالعكس شكلها من بره سليم جدا. بس أول ما دخلوا جوه المنظر كان صادم، مفيش أي كابتن ولا بحار ولا حتى راكب واحد. السفينة فاضية تماما من البشر، الأكل لسه موجود على الترابيزة وكأنهم سابوه فجأة. مية الشرب متخزنة، أدوات الطبخ وهدومهم وأوراق شخصية للكابتن كله في مكانه، حتى لعب الطفلة الصغيرة صوفيا لسه محطوطة على السرير. بس يا ترى ايه اللي يخلي 10 أشخاص يختفوا فجأة من غير أي أثر ويسيبوا سفينتهم ماشية في نص المحيط؟ بعد ما البحارة فحصوا السفينة أكتر ظهرت تفاصيل أغرب.